فينا واحد الحاجه اللي كتخلينا اننا نبقاو بلاصتنا دائما، حتى ولو كانت هذه البلاصه هذه ما عجباناش ولا فيها شي حوايج اللي كيأذيونا. هذه الحاجه هذه كتخلينا اننا ناجلوا التغيير ونقنعوا راسنا بزاف ديال الكلمات بحال حتى الغدا، هذا ماشي الوقت المناسب، حتى من بعد، وبزاف ديال الحوايج. والمشكل هنا ماشي حيتاش حنا كسالى ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن حيت الدماغ ديالنا كيخاف من اي حاجه جديده ولا اي حاجه فيها التغيير، كتبان بلي واحد الحاجه اللي غير معتاده على الدماغ، واحد الحاجه اللي جديده. الدماغ ديالنا راه ما كيهموش انك تكون سعيد ولا انا نكون سعيد، لا، وانما المهمه ديالو الاولى هي انك تكون في امان، يخليك في واحد لونطوغاج ولا واحد لازون اللي تكون امنه. هادشي علاش اي تغيير كيبان ليه كيشوفوا على انه واحد الخطر. الدماغ ديالنا ملي كيلقى الامان حتى ولو كانت الحياه ديالك خايبه، فالدماغ ديالك كيحاول انه يتعود عليها وما كيبغيش التغيير نهائيا، ما كيبغيش انه تغير ديك الحاجه. والغريب انه الدماغ ديالنا حتى ولو كانت الحياه ديالك خايبه هو يقدر يختارها، حيت هو كيكون متعود عليها وكيشوف فيها واحد المجال ديال الامان. حيت بالنسبه ليه الالم اللي معروف وفيه الامان احسن بزاف ديال المرات من مستقبل غير معروف وغير امن. داكشي علاش كاينين طرق بزاف اللي ذكيه كيخدعنا بها الدماغ ديالنا. فمثلا ملي كتبغي دير شي تغيير، هنا راه الدماغ ديالك ما كيقولكش خاف منها، لا، وانما كيحاول انه يعطيك اعذار اللي منطقيه تشوفها انها بصح ومنطقيه وكتامن بها. من هاد الاعذار هادو مازال الوقت، ماشي الوقت المناسب، ولا غنبدا غدا، وبزاف ديال الحوايج. ولكن هنا الحقيقه راه الدماغ غير كيحاول انه يحسسك بداك الامان ويخليك في ديك المنطقه ديال الامان ولا المنطقه ديال الراحه ديالك. اما في الحقيقه راه ما كاينش شي حاجه تسمى الوقت المناسب. بزاف ديال الناس كيبقاو في نفس الحياه، نفس المشاكل، نفس العادات، نفس الروتين دائما كيتعاود، حيت تعودوا على ديك الحياه القديمه ديالهم. والمشكل هاد الحياه تقدر تكون تدمرهم، ولكن ما يقدروش انهم يخرجوا منها بسبب هاد الشيء اللي قلت لكم. داكشي علاش ما خصناش اننا نتسناو الوقت المناسب باش نبدا، حيت هاد النماذج دابا اللي كنشوفوا ناجحين تلقاهم حتى هما كانوا كيعانيوا من عدم الثقه، كانوا كيعانيوا من الخوف ومن هاد الافكار كاملين اللي كيجيونا، ولكن هما حاولوا انهم يتغلبوا على هاد الاعذار هذه اللي كيدير هاد الدماغ، وخداو الخطوه الاولى بالخوف ديالهم وبالتردد وبزاف ديال الحوايج السلبيه، وهاد الخطوه الصغيره هذه هي اللي وصلتهم للنجاح اللي كنشوفوا اليوم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. عجبك دير شي لايك ولا متابعه ولا شي تعليق زوين، قول لي شنو هي الحاجه اللي باغي تغيرها دابا حاليا تتعاني من هاد التردد هذا كل مره، حتى الغدا حتى من الغدا ماشي الوقت المناسب. المهم قول لي هذا الشيء التعليق، والتحيه لكم، نشوفكم في فيديو جاي.